اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الرز المعمر بقى ده ايه يجنن، هتعمليه بقى بطريقة لو ما بتحبوش هتحبيه. طعمه جميل وشكله جميل وريحته فظيعة بقى، بتبقى قلب البيت كله. حاجة كده يعني لذيذة جدا جدا جدا. احنا كنا قاعدين بقى كده، قلت اما اقوم ايه الجو برد كده اعمل حاجة سخنة للولاد كده وفي نفس الوقت حاجة حلوة مسكرة يعني. قمت بقى ايه عملت لهم طاجن الرز المعمر ده وهو سخن ومولع كده، بقى بنحبه كده. هو لسه طالع من الفرن ناكله، علشان كده احنا بنحبه في الشتاء. يعني بعمله في الشتاء وبس، علشان خاطر بيبقى سخن كده نطلعه من الفرن ناكله على طول كده، ما نسيبهوش يبرد. شايفين يا جماعة شكله عامل ازاي؟ حلو قوي 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 وايه ولذيذ جدا. يعني طعمه حلو قوي. شايفين البخار لسه طالع ازاي؟ انا كده بغرف علشان هناكل منه بقى كده عليه. يعني ما بنسيبوش يبرد، يعني بنحبه سخن قوي كده يطلع من الفرن ناكله على طول. وهو بقى لسه سخن كده، فيه قشطة وفيه سمنة بلدي واللبن وايه. اسمه رز معمر علشان هو معمر فعلا. في قشطة وسمنة بلدي ولبن وحاجات، يعني أي حاجة كده تفتح النفس بصراحة. طعمه لذيذ جدا بجد، هتجربيه معايا وبعد كده مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي. وسهل جدًا، جدًا، يعني مش صعب ولا حاجة، حاجة كده سهلة وسريعة. وقُمت عملتها في ثواني، يعني الرز على طول في الطاجن باللبن بالسمنة بالحاجات دي كلّها، وهتحطيه في الفرن وهتطلّعي تاكلوا بألف هنا وشفا. شايفين الجمال؟ وإيه مش بيلزق ولا أي حاجة خالص، وطعمه حلو أوي يا جماعة. هندخل بقى على المقادير ونشوف إحنا عملناه إزاي. هاحط بقى الحلة دي على النار كده ونشوف إيه هنعمل فيها إيه. هنحط معلقتين سمنة بلدي علشان خاطر نشوح الرز يا جماعة. أنا بابله ساعة كده تقريبا، يعني أنا نقعته في المية ساعة علشان خاطر يستوي بسرعة وما ياخدش معانا وقت. دول بقى معلقتين سمنة، وهننزل بالرز أنا صفيته من المية بتاعته. ده تقريبا نص كيلو رز. هنشوحه بقى في السمنة كده وبعد كده ايه هنحطه في الطاجن. يعني ما ينفعش، انا ما بحبهوش احطه كده من غير، يعني بحس انه بينشي كده ولا بيلزق. يعني اي رز بصراحة انا بعمله لازم اشوحه الاول. يعني الرزات تتغلف بالسمنة كده بتبقى طعمها حلو ومفلفلة كده. ما ننساش بقى يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. لازم نشوحه كويس جدا يا جماعة علشان خاطر الرزية تتغلف بالسمنة كده وتبقى مفلفلة وحلوة. شايفين دلوقتي عامل ازاي؟ هو كان ملزق في بعضه، دلوقتي مفرفط كده وحلو قوي. خلاص كده انا شوحته. هنشوف بقى ايه الخطوة اللي بعد كده احنا هنعمل فيها ايه. لازم تشوحيه كويس جدا جدا وتقلبيه بقى، ما تسيبوش يلزق منك يعني. ندخل بقى على الخطوة التانية اللي هي ايه اللبن بتاعنا. ده كيلو ونص لبن تقريبا. احنا بقى هنعمله رز بلبن يعني، او رز معمر حلو. انت بقى لو مش هتعمليه حلو هتعمليه حادق، ما تحطيش الفانيليا اللي انا بحطها دي، ولا تحطي سكر. هتحطي بقى ايه معلقة ملح صغيرة او حسب الرغبة. يعني انت شوفي الحدق اللي انت بتحبيه وهتحطيه. انا بقى عشان هعمله حلو حطيت فانيليا وحطيت كوباية من السكر. كوباية السكر ده يا جماعة، أنا لما اللبن بيغلي معايا كده وبيبوش السكر فيه أنا بدوق اللبن. يعني أنا عايزة أزوده سكر بزود. كده استكفيت خلاص. عايزة مثلا أنت لقيتي مسكر ممكن تزودي شوية مية عادي يعني جدا. كله في إيديكي. طبعا انا قلبت السكر وايه هاخد بقى ايه معلقه لبن كده انا ادوق السكر بتاعي عامل ايه. انا لقيته مظبوط معايا، يعني كوبايه السكر دي ظبطت معايا اللبن خلاص، انا كده مش هحط سكر تاني. انت بقى لازم، يعني انت لو حابه تقللي في السكر عن كده براحتك، يعني ده السكر ده حسب الرغبه. هو طبعًا اللبن غِلي معايا كده يا جماعة. أنا على فكرة كنت غالية اللبن ده قبل كده وحاطاه في التلاجة، يعني مش أول مرّة يغلي. بس لازم لمّا نيجي نحطه على الرز لازم يبقى مغلي كده، يبقى سُخن جامد يعني. ده الطاجن بقى اللي إحنا هنعمل فيه الرز المعمّر بتاعنا. الرز طبعًا يا جماعة ده اللي إحنا إيه شوّحناه على بالسمنة على البوتاجاز. هنحطه بقى في قلب الطاجن كده.
طبعًا يا جماعة الطاجن لمّا يطلع من الفرن لازم تطلّعيه على حاجة خشب أو كرتون أو أي حاجة، ما ينفعش يتحط على الرخام عشان ما يفرقعش منِّك، بيروح طاقع على طول. ولازم لمّا تشيليه بحاجة يعني القماشة أو الفوطة اللي أنتِ بتشيليه بيها من الفرن لازم ما تبقاش مبلولة، يعني لازم تبقى ناشفة. وتحطيه ما ينفعش يتحط على الرخام، لازم يتحط على كرتونة أو خشبة أو أي حاجة، يعني أي حاجة أو قماش أي حاجة، إنما ما ينفعش يتحط على الرخامة كده هيروح مفرقع منِّك على طول. تمام كده يا حبايبي، أنا كده حطيت الرز بتاعي. هنجيب بقى إيه معلقتين سمنة بلدي حلوين كده نحطهم في قلب الرز ده كده علشان يدوله إيه طعم حلو ودسامة حلوة كده. الرز ده يا جماعة والله طعمه يجنن، طعمه حلو أوي 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 يعني. احنا بنموت في الرز ده بصراحة بنحبه أوي يعني، وبيطلع سخن من الفرن كده بيبقى جميل جدا جدا جدا. طبعًا دول معلقتين سمنة كده إحنا هنلخبطهم في الرز كده علشان إيه، يبقى مفلفل وحلو ودسم كده، اسمه رز معمّر يا جماعة عشان بيبقى إيه، فيه حاجات كتير كده دسمة كده وبتدّي له طعم حلو أوي، أوي. أنا قُلت لِك قبل كده نفس الطريقة دي بالضبط لو هتعمليه رز مش حلو، يعني رز بالملح، رز معمّر اللي هو بيتاكل مع الأكل ممكن تعملي جنبيه صينية بطاطس والكلام ده، إنما ده حلو يعني مسكّر. يعني بيتاكل كده. ده اللبن بتاعنا يا جماعة لسه بيطلّع في البخار بتاعه إزاي، لازم يبقى مغلي علشان تحطيه في الطاجن كده والرز يستوي بسرعة معاكِ، ما ياخدش وقت معاكِ. إنما لو حطيتِ بقى اللبن بارد وكده وتسيبيه وطبعًا أنا مدوبة فيه السكر، هتحطيه في الفرن بقى ياخد وقت كبير أوي معاكِ يعني لمّا اللبن يغلي مع الرز وكده. دول 3، 4 معالق قشطة كده يعني وش اللبن ده بيدّي بقى إيه دسامة كده للرز وطعم رهيب بجد، طعمه بيبقى يجنن طبعًا. أنتم عارفين إيه لازم القشطة كده والسمنة البلدي مع الرز المعمّر ده. أنا كده خلّصته، هنجيب بقى معلقة سمنة كمان كده نحطها علشان يعمل وِش حلو معانا كده ويبقى طري. أنتِ لو ما حطيتيش قشطة ولا سمنة بكمية كويسة الرز من فوق الوش كده تلاقيه إيه مش دسم كده هتلاقيه قرمش معاكِ كده، أمّا الوش يحمر هتلاقي الرز نفسه مش عامل طبقة طرية كده لأ، هتلاقيه مقرمش كده ومش حلو. فلازم شايفين الطبقة دي يا جماعة طبقة طرية جدًا، جدًا وشكله فظيع. على فكرة الحتة اللي في النُص دي مش محروقة، أنا ما أعرفش يعني الكاميرا هي اللي مغمقاها شوية بصراحة. إنما الطبقة اللي فوق الوش دي يا جماعة طرية جدًا وطعمها حلو، حاجة طعمها حلو كده وجربوه مش هتندموا. ما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين يا جماعة عامل ازاي انا بقى غرفت للولاد وايه وغرفت ليا بقى انا الطبق ده حلو جدا 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 ولذيذ وطعمه يجنن. وطبعًا يا جماعة بيستوي على نار متوسطة، يعني الفرن النار بتاعته متوسطة والشواية هادية، علشان ما يتحرقش منِّك، وبألف هنا وشفا للي يجربه.